لقد عانيت من حرقة المعدة والارتجاع المريئي لفترة طويلة بما فيه الكفاية. سأخوض في بعض التفاصيل في هذا الفيديو لأخبرك كيف يمكنك الحصول على راحة فورية، وكيف يمكنك التوقف عن تناول تلك الحبوب اليومية، ثم كيف يمكنك بشكل أساسي إصلاح أو علاج أعراض حرقة المعدة من الآن فصاعدا. لذلك إذا كنت تعرف شخصا يعاني يوميا من حرقة المعدة، أو من ارتجاع الحمض المعدي المريئي، أو من ارتجاع المريء، يرجى مشاركة هذا الأمر معه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الكثير من الناس يعانون من هذا الأمر. ولا يقتصر الأمر على أنه ألم يومي شديد فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان المريء. لذا فهو مشكلة كبيرة، لذا يرجى مشاركة هذا إذا كنت تعرف شخصا يعاني من ذلك. لنتحدث الآن عن سبب رغبتك في التوقف عن تناول تلك الحبوب اليومية. إذا كنت تتناول دواء بريفاسيد أو نيكسيوم أو بريلوسيك أو بيبسيد أو زنتاك أو أي من هذه الأدوية، فإن ما تفعله هذه الأدوية هو حجب الخلايا المنتجة للأحماض في معدتك. أحدهما هو نهج مثبط مضخة البروتون، والآخر هو مثبط H2. وإليك سبب سوء ذلك: من المفترض أن تحتوي معدتك على حمض، هكذا: أولاً، تهضم طعامك، وثانياً، هكذا تحمي أمعاءك من البكتيريا الضارة. درجة الحموضة المنخفضة جدا في معدتك، وهي من 1 إلى 3. هذا منخفض جدا، حمضي جدا. من المفترض أن يكون هذا الحمض هناك، ولذا ربما تكون قد شاهدت الإعلانات التجارية عن حرقة المعدة وتفكر: حسناً، أنا بحاجة إلى منع هذا الحمض. الحمض سيء. كما تعلم، إذا وضعت حمضاً على يدك أو دخل الحمض في عينك، فهذا أمر سيء للغاية. لكن في معدتك، الحمض القوي جدا جيد. هذا ما تريده. هذه هي الطريقة التي تهضم بها طعامك، وهي حاجز أمام البكتيريا الضارة لإبقائها خارج جسمك. لذلك إذا كنت تتناولين أيا من هذه الأدوية، فعليك أن تخففي من تناولها وتوقفينها. لا يمكنك إيقافها كلها مرة واحدة. إذا فعلت ذلك، ستصابين بارتجاع ارتدادي شديد وحرقة شديدة في المعدة، ولذا يتعين على معظم الأشخاص البدء في تناول هذه الأدوية كل يوم أثناء تنفيذ الاستراتيجيات الأخرى التي سأذكرها في هذا الفيديو، ثم ربما تنتقل إلى كل يوم حتى كل يوم ثالث. وبعد ذلك في المستقبل، عندما تصابين بنوبة شديدة من حرقة المعدة، حتى الحلول ال7 الدائمة التي سأتحدث عنها لاحقا في هذا الفيديو. وحتى تنفذ هذه الحلول، قد تضطر إلى تناول دواء نيكسيوم أو بيبسيد لمدة 3 أو 4 أو 5 أيام متتالية. ولكن بعد ذلك سيكون عليك التوقف. أنت لا تريد أن تأخذ ذلك إلى الأبد وإلى الأبد وإلى الأبد، لأنها عندما تحجب حمض المعدة بشكل مزمن، لن تكون قادرا على امتصاص المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى، لأن الحمض هو ما يساعدك على امتصاصها. قم بتفكيكها حتى تتمكن من استيعابها. وإذا كنت قد سددت كل حمض المعدة، فهذه مشكلة. يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويمكن أن يؤدي حتى إلى الخرف مثل الزهايمر. نعم، يمكن أن يؤدي تناول هذه الأدوية كل يوم لسنوات وسنوات إلى زيادة خطر الإصابة بخرف الزهايمر. إنها مشكلة كبيرة، لذا لا ترغب في تناولها إذا لم تكن بحاجة إليها. لا بأس بتناولها لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو بين الحين والآخر، فهي آمنة تماما إذا تناولتها بهذه الطريقة. لكن الكثير من الناس اعتادوا على تناولها كل يوم، ويتناولون هذه الحبوب كل يوم دون تفكير. هذه خطة سيئة. يرجى العمل على إيقاف ذلك. لذا كما قلت، من المفترض أن تكون معدتك مليئة بحمض قوي جدا طوال الوقت. إنه في الواقع يحتوي على طلاء مخاطي في الداخل يغطي الجزء الداخلي من المعدة، ويحمي اللحم الفعلي للمعدة من الحمض. لذا فإن معدتك سعيدة تماما بوجود حمض بدرجة حموضة 2 طوال اليوم، كل يوم، طوال حياتك. إنها تحب ذلك.
هذه ليست مشكلة بالنسبة لمعدتك. صنع المريء، وهو أنبوب الطعام الذي يمتد من فمك إلى معدتك مباشرة، ليتحمل رشًا من هذا الحمض من حين لآخر. لكنه لم يصنع لكي يلامسه هذا الحمض طوال الوقت. يحتوي على القليل من معطف المخاط، ولكن ليس كثيرًا. ولذلك إذا كان لديك الكثير من رذاذ الحمض، ستبدأ في الإصابة بهذه الحرقة التقليدية. ولهذا السبب علينا القيام بأشياء تحافظ على انخفاض ضغط المعدة. يجب أن نقوم بأشياء من شأنها أن تحافظ على درجة الحموضة في المريء أعلى قليلاً، بحيث لا يكون الحمض الهيدروجيني منخفضاً للغاية أو حمضاً قوياً. وعلينا القيام بأشياء من شأنها أن تحافظ على إدارة بكتيريا الأمعاء بشكل صحيح. هذا ما نحاول القيام به. والآن لنتحدث عن الإصلاحات المؤقتة. لذا إذا كنت تعاني من حرقة المعدة في الوقت الحالي، فإليك قائمة بالأشياء التي يمكنك القيام بها الآن والتي ستجعل قلبك يشعر بحرقة في المعدة. هذه ليست حلولاً طويلة الأمد. هذه ليست أشياء ستعالجها بشكل دائم. إنها فقط ستساعدك الآن. حسناً، ها نحن ذا. أول شيء ربما سمعت عنه من قبل هو خل التفاح. وتريد الحصول على خل التفاح الحقيقي مع الأم، وهي تلك المادة العكرة في الأسفل. ويمكنك فقط تناول جرعة منه، أو تناول جرعة منه، أو يمكنك تخفيف ملعقتين كبيرتين في كوب من الماء، كما أفعل أنا. وفي كلتا الحالتين، سيساعدك ذلك على الفور على تحسين حرقة قلبك. يمكنك مضغ العلكة. بعض الناس مجرد مضغ العلكة يجعل قلبهم يحترق بشكل أفضل. هذا حل مؤقت جيد. يمكنك هناك بعض مضغ عرق السوس. يبدو أن عرق السوس يغطي المريء جيدا. إذن مضغ عرق السوس أو العلكة. صودا الخبز، ملعقة كبيرة من صودا الخبز. وبعد ذلك، إذا كان بإمكانك وضعها في كوب من الماء، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الأعراض، لأن درجة الحموضة في صودا الخبز تبلغ 7. ولذلك عندما تشرب ذلك، عندما يغطي المريء، فإنه سيرفع درجة الحموضة ويخفف الحمض في المريء بشكل أساسي. والآن يرفع أيضا درجة الحموضة في معدتك. ولذا مرة أخرى، نريد درجة حموضة منخفضة جدا. نريد حمضا قويا في معدتنا. ولذا إذا كنت تستخدمين صودا الخبز 3 مرات يوميا كل يوم، فهذا ليس حلا جيدا. لأنك مرة أخرى لن تمتص الفيتامينات والمعادن. مضغ قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل. هذه استراتيجية رائعة. يحتفظ الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المزمن أو حرقة المعدة بقطعة من جذر الزنجبيل في الثلاجة، ويقطعون قطعة صغيرة لمضغها عندما يعانون من حرقة المعدة. تعمل بشكل جيد للغاية. هناك شيء آخر عندما كنت أعاني من حرقة المعدة المزمنة كل يوم، وهو أنني إذا أخذت قليلا من الملح الحقيقي، أو ملح البحر غير المعالج، ووضعته على لساني، كان ذلك سيجعل حرقة المعدة أفضل بكثير. لست متأكدة كيف يعمل ذلك، لكنني أعلم أنه يعمل. إذن هذه هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها الآن لمساعدة حرقة المعدة. لكنني أريد أن أعالج حرقة المعدة على المدى الطويل. ولهذا السبب أنا على وشك أن أعطيك 7 طرق لإصلاح حرقة المعدة بالفعل، لأن هذا ما نحاول فعله هنا. حسناً، إليك قائمة بالحلول أو العلاجات ال7 طويلة الأمد. ومع ذلك، عليك أن تفكر في هذا الأمر في حالة حرقة المعدة الشديدة والارتجاع المريئي. أولاً، عليك أن تتبع نظاماً غذائياً غير التهابي. والآن، عندما كنت أشرب الحليب وأتناول الكثير من الحبوب، كنت أعاني من حرقة مزعجة في المعدة طوال الوقت. كان علي تناول شيء كل يوم لعلاج حرقة المعدة. لاحظت أنني عندما توقفت عن شرب الألبان السائلة وعندما توقفت عن تناول الحبوب، تحسنت حرقة المعدة بنسبة 90%. ولذا فإن أول شيء تريد القيام به هو أن تتخلص من الأطعمة الرخيصة والمعالجة من نظامك الغذائي. أنت تريد أن تخرج منتجات الألبان السائلة من نظامك الغذائي. لا تريد أن تشرب الحليب أبداً. الحليب لصغار الأبقار، وليس للبشر.
أو بالتأكيد ليس للبشر البالغين، وتريد أن تتخلص من جميع الحبوب من نظامك الغذائي، بما في ذلك الأرز ودقيق الشوفان والذرة والقمح وأي من هذه الأصناف، وتريد أن تتخلص من جميع الحبوب من نظامك الغذائي، بما في ذلك الأرز ودقيق الشوفان والذرة والقمح وأي من هذه الأصناف، لذا عليك أن تتبع نظاما غذائيا جيدا غير قابل للالتهابات، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون أو نظام غذائي كيتوني. حتى أن بعض الأشخاص يلاحظون أن عليهم اتباع نظام غذائي قائم على اللحوم فقط للتخلص تماما من حرقة المعدة الرهيبة. الأمر التالي هو أنه عليك أن تخسر بعض الوزن، لأن أحد الأشياء التي نحاول القيام بها، كما تحدثت عنها سابقا، هو أننا نحاول الحفاظ على درجة حموضة أعلى أو حمض أقل في المريء. وإحدى طرق القيام بذلك هي تقليل الضغط البطني. إذا كان شخص ما يثب إلى أعلى وأسفل على معدتك، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الارتجاع، أليس كذلك؟ لأنه يزيد من الضغط داخل البطن. عندما يكون لديك هذا البطن المنتفخ، فإن ذلك يزيد من الضغط داخل البطن، وسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية صعود الحمض إلى المريء مما يسبب حرقة المعدة. لذلك تريد أن تفقد بعض الوزن، ويمكنك القيام بذلك عن طريق رقم 1: تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، أو تناول النظام الغذائي الكيتوني، أو حتى تناول نظام غذائي يعتمد على اللحوم فقط. كل هذه الأشياء ستساعدك على إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب. رقم 3 مهم جدا في الوقت الحالي، لذلك إذا كنت تعاني حاليا من حرقة المعدة كل يوم، فعليك التوقف عن تناول الطعام والشراب قبل ساعتين من الاستلقاء ليلا في السرير، لأنه يوجد بين المريء والمعدة عضلة صغيرة تسمى العضلة العاصرة، وهي في الواقع العضلة العاصرة المريئية السفلية. من المفترض أن تبقى مغلقة طوال الوقت، ولكن إذا كان لديك خلل وظيفي في ذلك فقد تكون مفتوحة جزئيا. وعندما تكون في وضع مستقيم، كما هو الحال عندما تكون جالسا الآن، فلن تواجه مشكلة كبيرة. ولكن عندما تستلقي مستلقيا على السرير، فإن الحمض يكون قادرا على التسرب من خلال العضلة العاصرة المختلة ويعود إلى المريء. وعلى الرغم من أنك قد لا تشعر بالأعراض أثناء الليل، إلا أنك قد لا تشعر بحرقة المعدة لأنك نائم. في الليل، هذا هو الوقت الذي يحدث فيه الكثير من الضرر والالتهاب، وبعد ذلك ستعاني من الأعراض في اليوم التالي. لذلك عليك التوقف عن تناول جميع الأطعمة والسوائل عن طريق الفم قبل ساعتين على الأقل من الاستلقاء للنوم ليلاً. تكون حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص سيئة للغاية لدرجة أنهم يضطرون للنوم على كرسي متحرك بحيث ينامون بزاوية 30 درجة. ولكنني أريدك أن تكون قادرا على النوم بشكل مسطح في السرير، لأن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن ينام بها البشر. وللقيام بذلك، عليك التوقف عن تناول الطعام والشراب قبل ساعتين من موعد النوم. الآن، رقم 4 هي خدعة قمت بها بالفعل في غرفة نومي من قبل، ويمكنك القيام بذلك. إنها رخيصة جدا وسهلة جدا. إذا كنت ستحصل على قطعتين من الطوب أو قطعتين من الخشب يتراوح طولهما أو سمكهما من 5 إلى 10 سنتيمترات، وتضع واحدة تحت كل عمود رأس سريرك. تريد رفع رأس السرير بالكامل لأعلى قليلا. لن يكون ذلك كافيا للتأثير على نومك، ومع ذلك سيكون ذلك كافيا، لأنه تذكر أن الحمض الموجود في معدتك والحمض الموجود في المريء عبارة عن سوائل، والسائل يجب أن يتبع قانون الجاذبية. وهكذا عندما ترفع رأسك إلى السرير، يميل الحمض إلى البقاء في معدتك حيث تريده أن يبقى في الأسفل. وهذا أمر منطقي. ولسنوات كان رأس سريرنا مرفوعا هكذا، ولم تكن زوجتي تعلم بذلك، ولذا فقد انفعلت قليلا عندما اكتشفت أنني فعلت ذلك دون أن أسألها. ما لا يعمل بهذه الطريقة هو النوم على المزيد من الوسائد، لأن الوسائد يمكن أن تجعلك تنحني إلى الأمام وتزيد من الضغط داخل البطن، وهذا لن يحل المشكلة.
تشكل بعض الأسرة في الواقع زاوية قائمة في نهاية السرير حيث توجد قدميك، ويميل ذلك أيضا إلى زيادة الضغط داخل البطن قليلا. أنت تريد رفع إطار السرير بالكامل لأعلى من 5 إلى 10 سنتيمترات، وهذا سيبقي الحمض في الأسفل حيث ينتمي. رخيص جدا وسهل جدا، وقد كان لدي العديد من الأصدقاء الذين تمكنوا من التوقف عن تناول مثبطات مضخة البروتون أو حاصرات هرمون H2 بسبب هذه الحيلة وحدها، وبذلك وفرت لهم مئات الدولارات وحميتهم من هشاشة العظام والالتهاب الرئوي وخرف الزهايمر بمجرد رفع رأس السرير. التالي هو أنت. إذا كنت مدخنا، وأنا أعلم أنك لا تريد سماع هذا، عليك الإقلاع عن التدخين. يؤدي التدخين إلى التهاب وتهيج بطانة المعدة، كما أنه يريح تلك العضلة العاصرة التي تحدثنا عنها، وبالتالي يزيد من احتمالية اندفاع الحمض إلى المريء أو تسربه إلى المريء أثناء الاستلقاء ليلاً. يا رجل، عليك الإقلاع عن التدخين. تعال إلى هنا. عليك أن تتوقف عن ذلك. هناك 3 أشياء من شأنها إرخاء تلك العضلة العاصرة. حسناً، عندما تبلع الطعام، فإن الانقباضات والارتخاءات العضلية اللا إرادية التي تشبه الموجات التي تحرك الطعام والسائل عبر الأعضاء الأنبوبية تجعل المريء مفتوحاً. وهذا أمر طبيعي، من المفترض أن يفعل ذلك، ولكن بعد ذلك من المفترض أن ينغلق المريء مرة أخرى. 3 مواد من شأنها أن تريحه وتجعله يبقى مفتوحا عندما لا ينبغي أن يكون مفتوحا، وهي النيكوتين. توقف عن التدخين. الكافيين. نعم، أعلم، صحيح. لذا ربما الكثير من الكافيين ربما يكون جزء من مشكلتك. وأخيرا، الكحول. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول بالتأكيد إلى حرقة المعدة والارتجاع، ولذا على الأقل في الوقت الحالي، وحتى تحصل على حل طويل الأمد، قد تحتاج بالتأكيد إلى التوقف عن النيكوتين، ولكن قد تحتاج إلى التوقف مؤقتا عن الكافيين والكحول حتى تستخدم بعض هذه الاستراتيجيات الأخرى لعلاج حرقة المعدة بشكل دائم. ثم يمكنك ربما العودة إلى تناول مشروب كحولي من حين لآخر أو تناول بعض القهوة في الصباح، ولكن في الوقت الحالي يمكنك التوقف عن هذه الأشياء، ولكن بالتأكيد عليك التوقف عن التدخين. تعال، هيا بنا. حسناً. رقم 7 هو تناول بروبيوتيك جيد النوعية. يجب أن تذهب إلى متجر أغذية صحية جيد وذو سمعة جيدة. تريد الذهاب إلى متجر جيد حيث تعتمد سمعته على وجود مكملات غذائية جيدة وبروبيوتيك جيد. عادة ما يتم الاحتفاظ بأفضل البروبيوتيك في المبرد، لأن هناك بكتيريا حية بداخله، أليس كذلك؟ ولذلك ربما يجب حفظها في المبرد حتى لا تموت البكتيريا كلها. إذا اشتريت قرصا طباشيريا ظل على الرف لمدة 6 أشهر، فكيف يمكن أن تكون هناك بكتيريا حية فيه؟ لذا احصل على البروبيوتيك من مصدر جيد وموثوق. والآن إليك نصيحة إضافية. هل تذكر أننا تحدثنا عن زيادة الضغط داخل البطن؟ هناك شيء آخر من شأنه أن يفعل ذلك، وهو إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة للغاية حول بطنك، مثل الحزام. أو بالنسبة لك، يا رفاق، إذا كنت تضعين حزاما ضيقا للغاية في محاولة لجعل خصرك يبدو أصغر حجما، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى زيادة الضغط داخل البطن ويؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة. لذا ارتدي ملابس فضفاضة حول بطنك. إذا كنت تريد أن تجعل بطنك يبدو أصغر، فارجع إلى النصيحة الأولى. تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، نظام غذائي عالي الدهون، نظام كيتو الغذائية، نظام غذائي يعتمد على اللحوم فقط. وفقدان الوزن الذي سيكون السبيل لجعل خصرك يبدو أصغر. أيتها السيدات، إذا كنتن تعانين من دهون البطن، فلا ترتدين حزاما، لأنك إذا كنت تعانين من أعراض حرقة المعدة، فبدلا من ذلك عودي إلى الخطوة الأولى، واتبعي حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون، أو حمية كيتو، أو حمية اللحوم فقط، أو حمية آكلة اللحوم. عندها يمكنك فقدان الوزن الزائد، وبعد ذلك لن يكون عليك القلق بشأن الحزام، أليس كذلك؟ لذا،
إليك 7 نصائح رائعة لعلاج حرقة المعدة. ونصيحة إضافية: إذا استمتعتم بهذا الفيديو، يرجى التفكير في النقر على زر الاشتراك.